دلوقتي طبعا الظروف بتخلينا نفكر حتى مش في رمضان بس، كل يوم بناكل معظمنا بنفتكر الظروف القاسية اللي بيمر فيها الفلسطينيين، الغزاويين، اللبنانيين، أي حد انضر من الظروف الحالية. كل حد فينا بيزيد الكرم بتاعه تجاه الفئات دي في وقت رمضان. عشان كده رمضان شهر مميز معظمنا بنحبه. أنا شخصيا بحب كمان أروح الشوارع الزحمة، الحسين. الصراحة بقى لي فترة ما جاتليش الفرصة دي، بس مقررة إن شاء الله أول فرصة. بحب أشوف الناس ماشية مع بعض، بتتكلم مع بعض، قاعدين مع بعض، بنسمع القرآن في المساجد. بيبقى كده شعور بهجة وونس. ميزة بقى كمان في الشهر ده مادام بيعلمنا الانضباط وبيعودنا عليه، فرصة للناس اللي عندها عادات غير صحية تبطلها. أول حاجة بتيجي في ذهني التدخين. مادام بقدر أقعد ساعات طويلة لغاية ما يجي وقت الفطار والمغرب من غير ما أدخن، يبقى ممكن قوي بعد الفطار ابتدي بالتدريج يوميا أقلل عدد السجاير اللي بدخنها. هنلاقي نفسنا على آخر الشهر خلاص اتعودنا. دي فرصة كويسة قوي. فياريت طبعا كل حد فينا يحط لنفسه هدف 1 أو 2. ما نحطش كتير قوي عشان هيبقى برضو مستحيل نغير حاجات كتير قوي.